بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نفتتح مسجد الوالدة المرحومة عفرة خلف الدواجن الفضلي، ونتمنى إن شاء الله هذا المسجد في ميزان حسناتها، والله يغفر لها ويرحمها. تم بناء هذا المسجد في 1/2/22، وتنتهي الانتهاء العمل منه في اليوم الموافق 10 رمضان. الشكر حق أسرة الدواجنة، هذه الأسرة المعطاء اللي تبرعت في بناء مسجد عفرة الدواجنة، وحقيقة خدم أهالي منطقة غرب عبد الله مبارك. وحقيقة أشكر أيضا وزارة الأوقاف، إدارة المساجد والعاملين عليها، وأخص مناور الواوان، أنه يعني فتح المجال للجيران وللمتبرعين أنهم يجون، يعني اللي يجيب مصحف واللي يجيب كرسي واللي يجيب كذا. فحقيقة ما شاء الله لا إله إلا الله، مسجد جميل، وبيض الله وجه الدكتور منصور الدواجنة أن طال عمرك قام في بناء هذا المسجد لوالدته، وأسأل الله أن يتقبل منه ومن أسرته الكريمة. نشكر أبناء المرحومة الله يرحمها على بما قاموا به، وهذا عمل طيب وعمل يشجعنا حنا ويسرنا حنا. وهذه المرأة تعتبر والدتي لي أنا، مربيتني مع عيالها، ونقول الله يرحمها ويتقمدها من الصالحين. وهذا المسجد يخدم أهل المنطقة، وما حط فيه هو الباقي، ما حط في هذا المسجد هو الباقي مو هو باقي، هذا الباقي. ولا يخفى على الجميع بأن وجود بيت من بيوت الله هذا فضل كبير. فالمساجد كما هو معروف هي من أحب البلاد إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد مدح أهلها بأنهم أهل الإيمان، وأجر الله سبحانه وتعالى كل من يسعى إلى هذه البيوت، وجعل من يتعلق قلبه بها من الذين يكونون تحت ظل عرشه. واليوم حقيقة فرصة عظيمة وسعيدة بأن نحتفل كلنا أبناء المرحوم صباح الفضلي بأن نفتتح مسجد أمنا عفرة خلف الدواجن الفضلي، بأن يكون هذا المسجد إن شاء الله تعالى منارة للعبادة والطاعة ومنارة علم، ويضم أيضا حلقات القرآن، وكل ما يعمل بهذا المسجد إن شاء الله تعالى في ميزان حسناتها. وهي بلا شك أيضا يعني صورة من صور بر الوالدين، حيث تكفل يعني إخواني كلنا في قضية بناء هذا المسجد، بحيث أن يكون صورة من صور بر والدتنا رحمة الله عليها. الحمد لله احنا اليوم شفنا في هذا المسجد كل الأمور اجتمعت فيه، الصدقة الجارية والولد الصالح والعلم اللي ينتفع فيه. فهذه من الأمور الطيبة، وهذه من الأمور التي يحث عليها الدين الإسلامي. الحمد لله المتوفي إذا توفى انقطع عمله عن كل شيء انقطع عنه، إلا أن تكون هذه الأمور موجودة. والحمد لله العيال موجودين، وهذه بدرة طيبة، وهذه من الآثار الطيبة اللي الله سبحانه وتعالى خلاها لابن آدم. ابن آدم إذا له آثاران، إما آثار سيئة أو آثار حسنة، وتمشي معه إلى يوم الدين. كم واحد صلى من هني، وكم واحد قرأ قرآن، وكم واحد اعتكف، وكم واحد سجد، وكم واحد ركع، كله تجري فيه حسنات وتصب فيه لهم أجرها لمن عمل به. فهذه من الآجار الطيبة، وهذه من البر بالوالدين. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، والدين الإسلامي حث على ذلك. فخير بصمة لعائلة الدواجنة أنهم يعني بنوا لوالدتهم هذا المسجد، اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لها شفيع، ويبرونهم أبنائهم مثل ما بروا آبائهم. هذا وصلى الله على سيدنا محمد.